مثل امي الله يمتع. وش تقول لي وانا صغير؟ تقول لي يا وليدي يا سليمان ترى من ماشى مصلين صلى، من ماشى مصلين ايش؟ صلى، من ماشى المولين ولا. حديث صحيح روته ام سليمان جبلان. شوفوا هالفترة دي اللي عاشتها الوالدة الله يمتع ويرزقني برها، قولها امين. وغيرها من كبار السن الاختياريات، شفتم في الأردن وشفتم في المغرب وشفتم في مصر وشفتم في لبنان. دخلت على لبنانية مرأة عجوز اختيارية أقسم بالله غسلت، يقول لي ولدها راعي ملحمة ورجل من أثرياء لبنان، يقول والله يا أبو عبد العزيز إنها غسلت أرضية البيت بموية الزمزم بموية الورد. قالت لا مشايخ من مكة يدخلون بيتي، هذه أكبر كرامة لي عند الله. شوف هالفطرة السليمة. الناس تعرفون عند أهل لبنان ما شاء الله تبارك الله هالذوق. أنا أقول دائما اللي يتعلم الكلام الحلو يروح لبنان يقعد شهرين ثلاثة يرجع ما شاء الله على رمشي بدك تمشي وشك ولا ضوء القمر تقبرني. كلام صحيح. اللي بيتعلم الضحك والبهلوة يروح لمصر. راعي النكت ما شاء الله المصريين جزاهم الله خير، تركب مع راعي التاكس ما شاء الله من 6 أكتوبر لوسط القاهرة 70 نكتة يصكك ما شاء الله. واحد منكم مستعجل يقطع إشارات الكويت وماسكته المرور كم مرة وصاده ساهر كم مرة بالكويت، يروح للسودان يقعد شهر ونص يجي هادي مروق المنقى. من لا يقول مدير مرور مكة لم أرى سودانيا قطع الإشارة قط. صديقي مدير مرور مكة يقول والله ما أذكر سجلنا على سوداني قطع الإشارة، لأن إذا ولعت حمراء يفرح يقعد يستانس. واحد سوداني كان يمشي وراه واحد لبناني في الرياض، فكان السوداني ماشي مروق المنقى وقدامه الإشارة كانت حمراء ولعت خضراء، فالأخ اللي وراه من أهل الشام يضرب له بولي. إيش معناها؟ يعني الحق الإشارة. السوداني ما خير صرحة، تعرفون مروق المنقى. المهم ولعت صفراء. إيش معناها؟ يعني إيه؟ هذاك اللي وراه يضرب له بولي يعني إيش؟ الحق الصفراء. ولعت خضراء حمراء وقف السوداني بغى يصبع راعي الشام بغى يصبع من ورا ونزل زعلان هاي ينزل له والسوداني في السيارة لك شو هيدا ليش ما تمشي؟ يرجع عليه وغلط الحقيقة الشامي دخل لك ما تشوف الإشارة شوف أنت حمار. يوم قال الحمار وينزل السوداني يفتح الباب الناس تجمعوا ودخل يده بجيبه السوداني. الناس طبعا خافوا، طلع سكين ويطلع تبشيرة. تعرفون تبشيرة؟ حق الصبورة تبشيرة. قال مو عيب عليك يا زول مدرس لغة عربية تقول لي حمار؟